السلام عليكم. استني. ايه لابسه ومتغندره كده ورايحه على فين؟ مشوار يابا، امي كانت بعتاني مشوار. مشوار ايه يا سماح اللي انت بعتها فيه البيت؟ جرى ايه يا ربيع؟ انت كل حاجه عايز تعرفها حتى الامور اللي تخص الستات. روح يلا يا بنت عشان تيجي بسرعه، يلا. حاضر. ايه يا سميح؟ هو انا ماليش كلمه في البيت ده ولا ايه؟ بعت البيت فين؟ المشوار اللي رايحاه تغريد مش هيعجبك. حس انه مش هيعجبني يبقى مشوار مش كويس. لا المشوار كويس، بس انت ليك دماغ وانا ليا دماغ، واللي اهم مني ومنك الدنيا اللي حوالينا ليها دماغ غير دماغي ودماغك. يا سميحه انا مش ناقص. اطمن، تغريد خارجه تتفسح. بتقول ايه يا وليه؟ زي ما سمعت كده خارجه تتفسح. لوحدها؟ لا مش لوحدها، امال مع مين؟ مع شاب طيب وابن حلال، هي ميلاله وهو مايل لها. يا وليه انت بتقولي ايه؟ انت اتعبطتي؟ هو في دلوقتي شبان طيبين وولاد حلال؟ خصوصا مع اولاد الناس؟ هو انت عقلك خرج من راسك؟ بقول لك ايه، شوف بقى، وطي صوتك كده وبلاش تغلط. هو انا يعني حرمي بنتي في التهلكه؟ امال اللي بيحصل ده اسمه ايه؟ يا سلام، يعني انت لما خرجت معايا قبل ما نتخطب كنت انا رميت نفسي في التهلكه ولا كنت رميت نفسي في التهلكه؟ يا سميحه على ايامنا كانت الدنيا غير الدنيا والناس غير الناس، لكن دلوقتي منين انا هعرف الشاب اللي رايح اتقابله ده محترم ولا مش محترم؟ ابن حلال ولا ابن حرام؟ ما علشان كده الناس بتقابل بعضيها عشان تفهم بعض. كفايه ان احنا دمنا سايل ومجروحين من جوازة بنتك نواره. منهم لله اللي لحسوا دماغك وخلوك تسلم بنتك او بختك لواحد اعوذ بالله منه. اذا كنت خبت في جواز البنت نواره، لكن ان شاء الله مش هخيب ابدا في جواز البنت تغريد. علشان كده بقى سيبني ادبر امور بنتي. تدبري امور بنتك ازاي يا وليه؟ بانك تخليها تروح تقابل جدع غريب احنا ما نعرفوش. يا وليه الناس تقول عليك ايه؟ بقول لك ايه، شوف بقى يا ربيع، حاسب على كلامك. انا واثقه في بنتي، ده لو شعره من شعر راسها نقصت ولا الريح طيرها هعرف قبل ما اشوفها. واثقه ببنتك لكن ما انتش واثقه في الجدع اللي هتقابله. لا انا برضو واثقه في الجدع. ليه يعني تعرفيه؟ ما انت كمان تعرفه. مين هو؟ احمد كشاف النور. ابن اللئيمه عرف يعملني كوبري. وهيقابلها فين يا سميحه؟ انا قلت له يعني يروح يقعد معاها يتكلموا وسط الناس في جنينه كده على النيل. فانهي ده يا الجنينه دي؟ هو انا ايش عرفني؟ هو انا يعني كنت بروح جناين قبل كده؟ الله يا اخي، خليها بقى تشوف اللي امها ما شافتوش. تيجي. ايه رأيك؟ المكان حلو مش كده؟ جو تاني خالص. الحارة والمنطقة كلها يعتبروا سجن جنب الخلا والوسع ده. عارف يا أحمد، الولاد دول أحسن من البنات في حاجات كتير قوي. يعني أهاليهم مش بيخافوا عليهم زي ما بيخافوا على البنات. وأنا لو كنت واد كنت خرجت وشفت الدنيا. لكن في بنات أهاليهم ما بيخافوش عليهم. صحيح، بس أنت إيه رأي سيادتك بقى؟ أنهو الأحسن؟ البنات اللي أهليها بيخافوا عليها ولا البنات اللي بتسابين كده يعني؟ لا طبعا، البنات اللي أهاليهم خايفين عليهم. على فكرة الكلام اللي أنت قلته النوبة اللي فاتت عجبني. عجبك من حيث إيه؟ لا مش من حيث حاجة يعني عجبني وخلاص. عشان كده كنت عايز أسألك كام سؤال كده. اسألي. هنا بقى كل واحد فينا يسأل التاني على راحته. طب تسأل أنت الأول. ومين قالك اللي أنا معرفكمش؟ أبوك راجل طيب، حلواني ممتاز، وأمك ست طيبة هي وأختك. أي نعم أخوك عاطف يعني متلخبط شوية بس عادي يعني. طب وأنا تعرف عني إيه؟ أعرف اللي أنا شايفه دلوقتي، بنت حلوة وزي القمر، زي أمها وأبوها، وعشرية وتخطف القلب والعين. كتر خيرك. على إيه؟ عشان شايفنا حلوين يعني. بس احنا بقى، او انا يعني بالاخص، ما نعرفش عنك حاجه غير انك جدع طيب وعشري وشغال كشاف نور. طب انت عايزه تعرفي ايه بالتحديد؟ بص يا سيدي، انا بقى عايزه اعرف اللي انت عايز الناس تعرفه عنك بس من غير زواق.
انا من الفلاحين. هو باين. لا والله ما اقصدش، انا اقصد يعني ان دي حاجه كويسه. وانا ما زعلتش على فكره، انا من الفلاحين، والفلاحين الغلابه كمان اللي اهاليهم علموهم بالعافيه. طيب ابوك وامك عايشين هنا ولا في الفلاحين؟ ولا هنا ولا هنا. ماتوا؟ امال لو كانوا عايشين يعني كنت هسيبهم واجي على هنا؟ طب واخواتك؟ امي ماتت وهي بتولدني، ماتت تاني يوم الولاده على طول، وابويا مات من 3 سنين. علشان كده سبت بلدنا وجيت على هنا. مصر؟ اسمها القاهره. مصر دي كل البلاد. انت عارفه بقى القاهره بقت عامله زي برميل الترشي، بتقبل فيه اي حاجه يترمي فيها. جزره، قرن فلفل، انا بقى حاجه من دول. لا لا ما تقولش على نفسك كده. هي دي الحقيقه ولازم الواحد يقولها. يعني هو انا لو وافقتك على كلامك اقول معاك حق، ملهاش لازمه برضه العيش في بلد انت مالكش حاجه فيها. لا ليه؟ ابويا الله يرحمه سايب لي 7 قراريط، ناوي ان شاء الله ابيعهم وبفلوسهم اعمل مشروع تجاري صغير، ان شاء الله حتى افتح دكانه صغيره كده، بدل ما انا عمال الف على البيوت طالع نازل. طب وانت عايش هنا ازاي؟ عايش عيشه الجزره في برميل الترشي. يعني ايه؟ وانا في الشارع على طول ليه؟ سواء كنت في الشغل او بره الشغل. احنا 6 في مطرح اوضه وصاله. 6 في مطرح واحد؟ وصغيره جدا كمان. طب يعني بتساعدوا ازاي؟ ما بنجتمعش كلنا خالص، عاملين ورديات، كل 2 في ورديه، وكل ورديه 8 ساعات، انما اللي احنا نجتمع مع بعض استحاله. ايوه كده، اشجيني بالضحكه الحلوه. التغريد، انا عاوز اللي يخلص لي ويصبر عليا. عايز نديك رد؟ يا ريت. هو انت لو فضلت على حالك ده كده زي ما انت كده يعني ما اتغيرتش، اصبر عليك صبر نعس على ايوب. المعاصي بقت كده في العلن؟ خايفة؟ أولى أن تخاف الله. مالكوش دعوه. كمان بتعلي صوتك يا خاطر. لا انت كده زودتها قوي. احمد